السلام مشاهدين مشاهدات، مرحبا بكم شهوات قناه الرحمن. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم المشاهدين والمشاهدات ديالي وحباباتي حبابي غندير معكم واحد الطريقه ديال الصفوف. بغيت نديرها طريقه الصفوف بلدي، هذا الصفوف اقتصادي. جبت كاوكاو بلا قشور، ها هو هنايا عندي كيلو، درتو في الماء. ندير ليه واحد الطريقه باش تحيد منه ديك النكهه ديال الكاوكاو. كندير عليه الحامض ودرت فيه نص كاس ديال ما زهر وفابيانا، ونديرو يطيب فوق البوطه. ملي تيبدا يطلع الكشكوشه غنبدا نحيد الكشكوشه حتى تحيد ديك الكشكوشه ديالو. تقريبا تنخليوه فوق العافيه واحد منين تيبدا فيه الغليان تنخليوه تقريبا واحد 15 دقيقه هكاك، غير تقطع الكشكوشه ديالو. كنطفيو عليه، كنصفيو، كنشفوه، ندهنوه بالزيت، ندخلوه للفران وتبعوا معايا المراحل ديال الصفوف الاقتصادي. وكنتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم، وكنتمنى تطبقوه. راه اقتصادي مع الزيت غاليه، المواد غاليين، وكلشي غالي. الله يحفظ السلامه، الله يعمر ربي يدخل علينا هذا الشهر بالصحه والسلامه يا ربي، ونصوموا بخير وعلى خير وبالدين وبالصلاه يا ربي مع الحباب والصحاب. كنشكر كلكم المشاهدين ديالي، كنشكركم بزاف. ونتلاقاو منين بدا يغلي الكاوكاو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. مشاهدين، هيا بعد ما غلى لنا الكاوكاو يلا بدا فيها نمشيو ندير الكشكوشه هذه. طلع ريحه الحامض والزهر، غنحيد الكشكوشه حتى تحيد كامل الكشكوشه. صافي غنحسب ليه واحد 10 دقائق، ما تبقاش الكشكوشه كطلع. صافي نحيدو، نطفي عليه ونصفيه، نشفو مزيان، خليه ينشف في الهواء. هاد الطريقه اللي كتحيد ليه ديك الريحه ديالو مجهده، راه كيجي بحال اللوز. الطريقه اللي كيديروها الناس اللي كيبيعوا الحلويات، كتجيش ريحه الكاوكاو. هانتوما كتشوفوا كنحيد كاع الكشكوشه اللي فيها. كنشكركم بزاف على الكومونتيرات الزوينين ديالكم. تابعوني في هذا الفيديو ديال الصفوف اقتصادي. صافي الكشكوشه ما بقاش كطلع، انا غنطفي عليه. صافي انا غنطفي عليه ونشفو ونرجع الفيديو الاخر ان شاء الله. مشاهدين، انا رجعت لكم بعد ما طحنت القوام ديال الصفوف. طحنت اللوز 2 لان، ها هو عندي من هنايا 2 كيلو، وعندي هنايا كيلو ديال اللوز، عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي درت معاكم، اللي سلقناه وحيدنا ليه الكشكوشه وسلقناه بالحامض وما زهر. عندي الكاوكاو الاخر، عندي هنايا كيلو اخر تاع اللوز مهرمش، ها هو كيلو طحنته وكيلو هرمشته. والانسان انا حيت بغيت ندير شويه شويه القوام زاعل مع وليداتي كثار وداكشي، كل يدير على حسب القياس اللي عنده. المهم هما فين كنديروا اللوز كثير، اللوز درناه قليل ماشي بزاف. وعندي كيلو ديال الكاوكاو بقشورو داك البلدي، حمرته في الفران، حيدت ليه القشور، درت ليه شويه تاع الزيت ودرته في الفران. والجنجلان راه معروف، غسلته ونقيته وطحنته، غسلته ونقيته وحمرته في الفران وطحنته. وكيلو ديال الكاوكاو بلا قشور، راه جا زوين في المذاق ديالو، ما جاش باين ديك المذاق
داير بزاف مجهد بزاف. حيد ليه الحامض وما زهر وديك البابيانه، حيدات ليه الجهد ديالو. وهذا الشيء اللي كاين. وعندك داك سميتو نص كيلو اخر ديال اللوز ديال الزواق، ها هو اللي غندير في الاخر. ها هو حتى الاخر غنديرو. عندي هنايا نص كيلو ديال اللان، ونص كيلو ديال زريط الكتان، وعندي حبه حلاوه نافعه مطحونين. غندير تقريبا 6 المعالق ديال حبه حلاوه، وندير 4 المعالق ديال القرفه. والقوام انا عازله مع هذا بغيت نديرو بالسكر، وهذا بغيت نصاوبو بالعسل، عسل الحر، حيت انا عندي مريضه بالسكر. بغيت ندير فيه شويه د العسل الحر، ما نديرش فيه سكر كلاصي. ها حتى هنا درت هنايا كيلو تاع اللوز، درت نص كيلو ديال اللوز مهرمش، واللوز ديال الزواق، ودرت كيلو د الجوجلان، درت 2 معالق ديال حبه حلاوه والنافع مليحه، درت القرفه 2 معالق، درت اللانه 4 ورابعه ديال زريط الكتان، والعسل الحر، والزيت البلديه باش غادي نخلط، وزبده بلديه ها هي ديال الماكله انا ذوبتها نص كيلو، ودرت هنايا كوزه محكوكه، شويه د الملح، غادي نخلط بهم هادو. اما هذه ما غاديش ندير فيها الكوزه، هذه اللي غندير بالعسل ما غنديرش فيها الكوزه، مع على حساب الطانسيون وحساب السكر وداكشي صعيبه الكوزه بزاف. وهذه اللي انا زريت الكتان علاش انا درتهم، هما زوينين العظام، زوينين بزاف ديال المسائل، فيهم فيتامين دي مزيان الواحد يديرهم في الصفوف. وهذا الشيء اللي كاين. ودابا غادي نخلط. ودرت الطحين، درت 2 كيلو ديال الطحين بالنخاله ديالهم، غربلتهم، حمرت النخاله بوحدها وحمرت الطحين بوحدو ديال القمح، حمرتهم هما اللي غنخلط بهم هادو. وهنا غندير كيلو تاع الطحين. المهم انا غادي نخلط، وغادي ندخل المقادير في بعضياتهم، وغنديرهم في العجانه، حيت العجانه كتساعد. غنديرهم في العجانه يتخلطوا مزيان، حيت العجانه بلا ما الانسان يتعذب يبقى يفرك في البانيو، زيد انت فركي زيد انت فركي، الصفوف تيبغيو يتفركوا تيطلقوا الزيت ديالهم. العجانه راه افضل من كل شيء. وهانتوما غتتابعوني حتى نكمل هاد المقادير ديالي نصاوبهم، وتبعوني الفيديو الاخر ان شاء الله. السكر بلاصي. المشاهدين نسيت ما قلت لكمش، راني زدت واحد الباكيه ديال الكوفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. زدت واحد الباكيه ديال الكوفيه نسيتها قبيله ما قلتهاش لكم. والججلان درت واحد الزلافه في تقريبا واحد الكاس ديال زيت العود، خليته تسخن ضروري من التغربيل. هاد الكوفيه راه كتجي بنينه. 2 كيلو ديال الطحين وكيلو ديال الكوفيه. غتشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليه. وهذا القوام هذا اللي درت هنا مع دوك 2 كيلو الطحين ديال الكوفيه كنعاود نزيد نغربلهم لان تيبقاو مكورين. هما كنغربلهم هنا في الغربال حيت تيبقى فيهم كوار. ضروري كنغربل حتى نكمل المقادير كاملين، عاد نزيد فيهم الزيت والزبده. ديك الجبانيه ديال هانتوما المشاهدين شتي كتيبقاو مكورين. غنديرهم في العجانه، ما غاديش تحلهم العجانه بحال الغربال هذا ديال الكسكسو معروف، ما خطيتها ضاره. كاع الناس حنا في المغرب راه عارفين الغربال ديال الكسكسو. هانتوما المشاهدين نحيدو داك التكوار منه، لان شحال بدنا حنا نديرو بيدينا. راه النهار ديال التخلط ديال الصفوف راه تيكون فيه شويه ديال التماره، شويه ديال السخنه. غنبقى هكا حتى نكمل المقادير كاملين ونرجع لكم فيديو اخر. مشاهدين انا رجعت لكم. انا كندير الزبده، نص كيلو ديال الزبده ذوبتها حتى ولات دايره بحال قهويه، ما بقاش فيها داك اللبان. وها الجوجلان اللي قلت لكم شويه تاع زيت العود، سخنت زيت العود حتى ولات طق شويه غير ولا سخنات مزيان، ولحت فيها داك الجبن ديال الجوجلان حتى هي اللوحه. ها هي هو بعد ما غربلتو. ها المشاهدين هو غربلتو كامل
صافي غنزيد عليه الزيت ونخلط ونديرو في العجانه. دابا بحال درت فيه 2 كيلو ديال الدقيق وباكيه باكيه ديال الكوفيه. انا غنزيد زيت العود ولا خصها غادي نزيدها. انا غادي نخلط ونشوف، ولا خصاتني غادي نزيدها. ما كنديرش انا زيت ليسيور، ندير غير الزبده بلديه وزيت العود باش كيجي صحي زوين، صحي مزيان. غنعرف مزيان، ندخل فيه الزيت وندير في العجانه. السكر تقريبا درت فيه كيلو تاع السكر. تقريبا غيكون هز ليا دابا شي اطرو تاع الزيت العود اللي غيكون هز. وهذاك الصفوف الاخر ريجيم راه ما غنديرش فيه الزبده وما غاديش ندير فيه السكر، غندير فيه العسل وندير فيه السميده. راه غنخلطو، غتشوفوا حتى كيفاش غنخلطو. حنا جا عندنا شي حدا هكا مريض ما كياكل السكر، الناس اكثريه دابا ولاو كيحيدوا السكر. كتحطي ليه الصفوف مسوسين، شويه د العسل ماشي بزاف، شويه وصافي تحسين الذوق. المهم راه 2 كيلو من الحاجه، 2 كيلو. اللوز كيلو ونص كيلو درتو هكاك غير حمرتو في الفران. كاوكاو 2 كيلو. صافي دابا المشاهدين انا غنديرو في العجانه، نديرو في العجانه يتخلط مزيان باش يخرج هذاك الزيت ديالو وداكشي. المعوله ديالو كيبغيو شويه فازغ، ما كيبغيوش ناشف بزاف، ما فازغش بزاف، شويه وصافي القياس. المهم انا غنديرو دابا في العجانه ونرجع لكم يا مشاهدين. شكرا بزاف، الكومونتيرات زوينين، وكثروا لي من اللايك. عافاكم المشاهدين، كثروا لي من اللايك. اللايكات ما كاينه المشاهده واللايكات والكومونتيرات ما تيكونوش بزاف. عافاكم، اللي شاف الفيديو يدير كومونتير ويدير لايك. كنشكركم بزاف. شيوات بنات الداخله كنشكركم، مرحبا بكم شيوات بنات الداخله. مبروك علينا هاد العواشر، الله يدخل علينا هاد الشهر المبارك بالصحه والسلامه وقراءه القران والصلوات يا ربي والعباده. وانا وريتكم هاد الصفوف شويه اقتصادي، اللي بغى يضاعف المقادير يضاعف المقادير. حنا مع عائله كبيره شويه، راه كندوقوا الناس. صحاب ولادي هكا اللي ما عندهمش وليداتهم راه كندوقوهم. ضروري بنادم تخرجي في طيار تخرجي معاه بيصيل ديال الصفوف وتفطري. اي حاجه فطرتي منها خصك تذوقي منها الناس في سبيل الله. هذاك الغربال المشاهدين راه كيسهل علينا بزاف، ما تيبقاش هذاك القوام مقرقبي، راه تيسهل الامور بزاف الغربال. واللي ما عندهاش الغربال دوزو الكسكس ديال الكسكسو. يلا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مشاهدين ها هما الصوف ديالنا كيفاش ملي درناو في العجانه، ها كيفاش ولاو. ندلكو مزيان تقريبا واحد 10 دقائق هكاك، تتخليها حتى تشوفيها تعل الكاس. شتي ما تديريش معاهم مجهود كيفاش يجيو. نكمل الباقي الصفوف اللي باقي ليا ونرجع لكم طبق التقديم ان شاء الله.
مشاهدينا انا رجعت لكم للصفوف المسوس ديال صحاب الريجيم. انا هو درت فيه القوام ديالو تا هو 2 كيلو. درت كيلو د اللوز، نص مهروس ونص مطحون، وجوج نص كيلو ديال ما بين إيلان وزرع الكتان، وكيلو ديال الكاوكاو، شويه المسكه حره. راه نسيت المشاهدين ما قلتهاش قبيله، لا في الصوف اللي درت الاولين ولا هذا، راه كاع درت فيه مسكه حره شويه، مسكه حره نيت. مشى ولدي الكونجي ومشى لفاس وجابها ليا، بقيت محتفظه بها على حساب الصفوف، على حساب ماشي بحال هذيك المسكه اللي كتباع عندنا حنا عند العطار، مسكه حره نيت. صافي غندوزو دابا من الغربال، وراني درت العسل مع شويه تاع الزيت يسخنوا، زيت العود. درت 4 المعالق ديال العسل، شي كاس ديال الزيت، زيت العود، تقريبا شي كاس العنبه، عبار كاس العنبه. درت كيلو هنايا ديال الكوفيه، ودرت كيلو الطحين. ودابا غندوزهم من الغربال، غندير لهم الزيت ونديرهم في العجانه حتى هما. مشاهدين انا رجعت لكم الصوف اللي قلت لكم غندير فيه غير العسل. ها هو العسل الحر، درتو مع شويه الزيت تسخنوا مع البرد. هذا جمدو، ما درتش بزاف، 4 المعالق صافي كافيين. ونخوط وغادي نشوف، خلطت ونشوف. والسجلان محمر جات شي كاس. صافي غنخلط ونرجع لكم. الزبده راه ما درتهاش هنايا مع ريجيم، واني الريجيم ولا السكر ما ياكلوش الزبده واخا بلديه راه كطلع السكر. انا غنخلط هادشي ونرجع لكم. غنخلطو نديرو في العجانه ونوريكم طبق التقديم. مشاهدين هاد الصفوف هما اللي خلطنا، هما تيجيو على هاد الشكل. هادو المسوسين اللي درت فيهم غير شويه ديال العسل وصافي، 4 المعالق ما عامرينش ديال العسل، ها هما كتيجيو. ما درتهمش انا فاسمين بزاف، مع درت فيهم غير زيت العود صافي، شويه زيت العود وصافي، كاس تاع زيت العود، كاس ديال العنبه. ها هما كيفاش يجيو. هاد الجبانيه ما شاء الله عليها، راه كنزورها ديال الوالده، عطاتها ليا منين تزوجت، تبارك الله ما شاء الله، وانا باقا مهليه فيها. ها هي هاد الصفوف ديالنا كيفاش جاو. الصفوف الاخرين ديال الحلوين ديال السكر هما كيفاش جاو، تبارك الله راه خرجوا ليا السطل، تا هما ما فاسدينش بزاف، شويه وصافي. ها شي بزاف فاسدين وقياس. هادو ديال الكاوكاو راه تيجي القوام كتير فيهم تبارك الله ما شاء الله، وكثرت فيهم 2 كيلو ديال الكاوكاو. هادو اللي سميتو راه هما تبارك الله من جا ما شاء الله. ودرت فيهم الكوفيه، لصقوا الكوفيه راه صحيه. الا بلاتي نوريكم الباكيه.
راه درت باكيه في الحلوين ودرت باكيه في المسوسين. هاد الماركه هادي راه صحيه ديال كوفيه. ها هو ديال الذره، والذره راه معروف صحي، مزيان لفقر الدم، مزيان للهشاشه بزاف، ديال تيفتح الشهيه، راه مزيان. كاين اللي كاين اللي ما كيديرش الدقيق ديال القمح. انا درت الدقيق ديال القمح بالنخاله ديالو، كيتباع عندنا هنا، كيجيو صحاب الكاميويات. تعمر عندنا واحد السوق ديال 3 كيجيبوا لينا القمح مطحون طبيعي والزرع بلدي، ويجيبوا الذره ويجيبوا كلشي. غير انا ما درتش الذره، انا شريت هذا مصايب مقلي مصايب. هذه هي الكوفيه. درت كيلو هنا وكيلو هنايا في هذا المسوس. والعسل ها هو، درت العسل ديال الدغنوس هو اللي درت فيه 4 المعالق. ها هو عندي، اللي بغى العسل مرحبا به يجي، راه كنبيع فيه ونشري. طبق التقديم ها هو الطبق ديالنا، راه تيجي زوين ما شاء الله. المذاق والريحه اللي طالعه منه كي دايره ما شهيتكم اللي كتوحم واللي حامله تسمح لي ما شهيتكم فيه. وساعدتني العجانه في الدلك ديالو، ما تعذبتش بزاف هاد المره، غير درت فيه الزيت ودرت فيه القوام، غربلتو بالغربال. راه ضروري من داك الغربال البنات اللي ما عندهاش الغربال دوزو من الكسكاس ديال الكسكسو، راه دغيا بالزربه ما تبقيش تمعكي فيه هكا. ملي تخلطي فيه الزيت وداكشي ديريه في العجانه ودلكي، راه كيجي زوين. هاد الطريقه هذه انا شفتها في اليوتيوب، شحال من وحده دارتها صحاب القنوات، ودرتها حتى انا ونجحات وجات زوينه وخرجت له الزيت ديالو. ما كلاش ليا الزيت بزاف، ما استهلكش الزيت تقريبا. هذا استهلك ايطرو، وهنايا درت كاس، ما استهلكش الزيت بزاف. وكنتمنى هذا الطبق هذا يعجبكم، وهاد الصفوف يعجبوكم، وتكتبوا لي في كومونتير. ديروا لي لايك البنات، الله يستر عليكم. ديروا لايك وكتبوا كومونتير وديروا مشاهده كامله. راه بكم باش كطلع القناه، وبكم باش حنا مستمرين كل مره نقدموا لكم طبق. واش غنقول لكم، مبروك عواشركم، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه هاد العواشر يا ربي، والله يجيب لنا رمضان نكون صحيحه كامله يا ربي، نصوموا بخير وعلى خير. واللي غادي للعمره الله يكمل عليه، واللي جالس في دارو الله يكمل عليه. وكنتمناو من الحكومه تنزل لينا شويه في الاسعار ديال هاد المواد. راه كلشي غلا، كلشي تزاد، ما كاينش شي حاجه اللي تحطي على يدك وما تزاد فيها 5 دراهم 3 دراهم 4 دراهم في الحاجه. كنتمناو الدوله ديالنا تشوف من حال المساكين والفقراء، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ونختموا الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، على المتابعه ديالكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.